ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن حاجه مهمه في ال 3 دي بالنسبه لي، من اهم الحاجات في ال 3 دي، وهي البولينجز. البولينجز ديت لما انا كنت بتعلم 3 دي، فاللي كان بيعلمني قال لنا يعني كلنا ان البولينجز دي مش مهمه جدا، مش مهمه خالص، وان هي مشاكلها كتير، وان احنا ما بنستخدمهاش خالص غير في اضيق الحدود، وانها مش مهمه. وانا كنت مقتنع بده، بس لما بدات اذاكر مع نفسي واشوف توتوريالز وكده لقيت ان ناس كتير قوي بتستخدمها. ولما انا بدات استخدمها لقيت ان هي لا، هي اسهل من ان انا ما استخدمهاش. فتعالوا كده نتكلم عنها وايه، ونشرح ايه هي البولينز. باختصار البولينز هي ان انا عندي تو اوبجكتس او اكتر، عايز ان انا يعني اخليهم اوبجكت واحد، او اشيل اوبجكت من اوبجكت. يعني انا مثلا ايه، عندي مربع وعندي دوريه، فعايز اشيل مثلا الدوريه من جوه المربع، او العكس، او عايز اخلي الاثنين شيب واحد. طب ايه، تعالوا كده نبدا ونشوف ايه ايه البولينز دي. انزل كده سفير، ودايما انا بحب اشتغل ب سب ديفيجنز او ايدجز قليله، فانا هخلي دي 12. تمام، وممكن اكبرها شويه، انزل بكيوب ايه، احركه ايه على جنب برضه، ممكن اكبره شويه، وهفتح اللاب ديت اللي هي بتوريني السب ديفيجنز، ودي مهمه جدا وهنتكلم ليه. خليني بس اخد ده كده ايه، كده كام باك اب كده، عشان نعمل كذا حاجه. احنا دلوقتي عندنا الاوبجكت دوت. اولا خليني ايه، اخفي الكيوب برضو، واخد دوبليكيت من السفير. دلوقتي احنا عندنا السفير ديت، وعايزين نطلع مثلا من النص كده كيوب يبقى طالع لبره. فتعالى ندوس كده، انا انا سلكت حاجه تاني، وهدوس شيفت اكسترود، هعمل سكيل دول عشان يبقوا مستوى واحد. هسلكت الايدجز ديت واعملها كده، هدوس كنترول بي عشان اعمل بيفل، ادوس على كلمه تشامفر اخليها اوف، واقلل الفريكشن اخليه كده، واعمل ايدج كده هنا. طيب ده كده شكل السفير اللي طلع منها كيوب اللي بقت عندي. طيب تعالى بقى نجرب نشيل ديت، ونجرب نحط سفير تانية، ونجيب الكيوب، ونجرب ان احنا نستخدم طريقه البوليون ونشوف شكلها هيبقى عامل ازاي. اول حاجه واهم حاجه في البولينز ان الايدجز تبقى ماشيه مع الايدجز. بمعنى ايه؟ بمعنى شايفين الايدجز هنا ماشيه ازاي؟ في هنا 3 ايدجات، في هنا 3 ايدجات. تمام؟ طيب انا محتاج ان يبقى في ايدج في النص، عشان لما اعمل الاثنين دول مع بعض، الايدج ده يعني اللي هو هيبقى اخره هنا يكمل مع ده، ونفس الحكايه هنا. والثلاثه دول محتاج لهم برضو ايدجز هنا، بحيث ان انا لما اكونكت دول يعملوا بدول. طيب فانا هو جاي اعمل واحد في النص، كنترول وميدل كليك عشان يعمل لي في النص، كنترول وميدل كليك تاني، وهدبل كليك على الايدج دوت، كنترول بي، كنترول بي، اكبر الفريكشن شويه وادوس نو اوف. فكده انا بقى عندي 3 ايدجات هنا، 3 هنا، عندي ايدج هنا، ايدج هنا، ودول كده كده هيتوصلوا ببعض. طيب تعالى بقى نمسك ده وده، ندوس مش بولينز يونيون. طيب دلوقتي ايه اللي حصل؟ انا بقى عندي اوبجكت واحد، وخلي بالك الاوبجكتس القديمه بتاعتنا لسه موجوده. يعني لو جيت دوست هنا هتلاقي ده موجود بس واير فريم، هتلاقي ده موجود بس واير فريم، وهتلاقي الاوبجكت بتاعنا عادي. طيب انا اول ما دوست يونيون ظهر لي المين. دي مش تفرق معانا في اي حاجه، لان دول يونيون، فمش تفرق ترتيب مين فين. هنتكلم عنها اكتر في الديفرنس كمان شويه. طيب انا لو دوست رقم 3 مش عايز ده، انا هدوس هنا ايه، اعمل edit delete all by type history. الهيستوري ده ان احنا ايه، كل الحاجات اللي احنا عملناها، ان احنا عملنا ترانسفورم، عملنا روتيت، عملنا مش عارف ايه. برضو لما اعمل delete history دلوقتي هيخفي لي الاثنين واير فريم دول، ومش هعرف اعدل في ده. ومهم ان انا افضل اعمل delete history عشان الهيستوري ده ممكن يبوظ حاجات بعد كده. ممكن لما اجي اعمل انيميشن حاجه تبوظ، ممكن لما اجي احرك حاجه الهيستوري يبوظ، فالاحسن ان احنا كل شويه نلغيه. طيب الاوبجكت بتاعي، تعالى كده ندوس رقم 3، هتلاقي ان هو بايظ. ليه؟ عشان احنا هنا مش ظابطين الحاجات دي. فتعالى كده واحده واحده نظبطها. تارجت ويل، انا ايه، ممكن اوصل دي هنا،
هتلاقي ده حصل معايا، ده عادي، ده عشان ماتيريال هعمل assign existing material، هدوس standard surface وبس. تمام. طيب احنا هنوصل الايدج ده بالايدج ده، فهعمل كده 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 كده. تمام. اوصل ده كده، اوصل ده كده، اوصل ده كده. انا بوصل البوينتس ببعض. تمام، مش بعمل حاجه صعبه يعني. اوصل كل دول كده، ادوس 3 اشوف ايه لو في اي حاجه مش مظبوطه. لسه في عندي كام بوينت مش مظبوطين، فانا هسلكت الاثنين دول، ادوس على كلمه ايه ميرج تو سنتر هنا، فخليهم لي واحد. البوينت ديت عندي واحده هنا، هسلكت كده، هلاقي عندي ان هنا في 2. هتاكد انا مش سلكت اي حاجه تاني. ميرج تو سنتر، هعمل كده، هلاقي عندي 2 ميرج تو سنتر. هعمل كده، عندي 2 ميرج تو سنتر. خلي بالك بس انك ما تمسكش حاجه ورا، يعني انت لما تمسك، يعني انا مثلا عملت كده ولقيت جايب لي 2، بس لو بصيت ورا مثلا انا مسكت دي، فخلي بالك قوي انك ما تمسكش 2. ممكن تدوس رقم 4 تشوف الواير فريم، تشوف انت ماسك ايه بالظبط، وبعدين تدوس 5 تاني. طيب تعال ندوس رقم 3 كده بقى شكله مظبوط. هعمل ايه بقى؟ هسلكت الايدجز تاني اهو، ادوس كنترول دي، اعمل دي اوف، وهقلب شامفر، اعمل ايدج هنا، بقى عندي الشكل ده. تعالى بقى نقارن باللي احنا عملناه اول مره. بص اصلا في اختلاف، يعني هنا اصلا احنا ده ما كانش الفيسز اللي احنا خدناها ما كانتش على شكل كيوب بالظبط، انما احنا اخدنا شكل كيوب بالظبط وعملنا بيه الشكل ده. فزي ما بقول لكم ان انا بحب طريقه البولينز عن ان انا اخد فيسز اعملها اكسترود. طيب تعالى نخفي الاثنين دول ونجرب حاجه تاني، وهي الديفرنس. انا بس عايز ايه اظبط الايدجز مع الايدجز عشان اريح دماغي. اكبر دي كده بالظبط، نرجع تاني نعمل ايدجز هنا. تمام، واكبر الفريكشن بالظبط. هاجي بقى دلوقتي اعمل ايه؟ ميرج ديفرنس. خلي بالك عشان هنا بتفرق انا ماسك انهي اوبجكت الاول. يعني لو انا مسكت ده اول وبعدين شيفت مسكت ده وجيت هنا دوست مش بولينز ديفرنس A from B، هيشيل الكيوب ده، هيشيله من جوه الدايره، من جوه السفير. انما لو انا مسكت ده الاول وبعدين مسكت ده، فبقى عندي ده A رقم، ده رقم A، وده رقم B. قلت له مش بولين ديفرنس A from B هيشيل ده من ده. وهنا العكس، ديفرنس B من A، ده اوبجكت B وده اوبجكت A، فهيشيل ده من ده. فهي بتختلف على حسب انت انهي اوبجكت مسكته الاول. فتعالى ايه نقول ديفرنس A from B. بص عشان احنا مسكنا ده الاول بعدين السفير، وهو شال السفير من الاوبجكت. طب انا عملت كده وعايز اعمل العكس، هل لازم ادوس كنترول زد؟ لا، ممكن بقى من هنا ابدل دول. شايف انا عندي الكيوب وبعدين السفير، لو شديت الكيوب كده مسكته نزلته تحت بقى العكس، بقى عندي السفير هي اللي متشال منها الكيوب. ممكن اقعد ابدل من هنا زي ما انا عايز. ممكن يبقى عندي اكتر من اوبجكت اصلا واقعد اقفل وافتح بينهم زي كده، يعني ممكن اقعد اعمل هنا. تمام. اهم حاجه قبل ما تدوس ديليت اول باي هيستوري اتاكد ان انت بقى عندك الشكل اللي انت عايزه، لان انت اول ما تعمل ديليت هيستوري ده هيروح، مش هيبقى عندي الاوبشن ان انا اعمل كده خلاص. طيب انا بس عايز ارجع الاوبجكت ده ورا شويه. بصوا طول ما انا لسه هنا انا اقدر اعمل اي حاجه انا عايزها، يعني انا اقدر احرك ده كده، ممكن اعمل اللي انا عايزه طول ما انا لسه هنا، طول ما انا لسه عندي المنيو ديت، فانا اقدر اعمل كل اللي انا عايزه. فانا بس عايز ارجع دي كده ورا شويه بالظبط، وهاجي هنا اعمل ايه؟ وانس ان انا اعمل ديليت باي هيستوري هتروح من عندي ومش هقدر ان انا اعدل فيها. فاعمل كده وهنيجي بقى ايه نظبط الفيرتكس زي ما عملنا قبل كده. فاجي هنا اوصل دي كده، اوصل دي كده، اوصل دي كده، اوصل دي كده، اشيل اللون الاخضر ده عشان معصبني. تمام. همسك هنا بقى اي 2 فيرتكس، هي نفس البروسيس. هي مشكله البولينجز بتبقى بس في ان احنا نقعد نظبط البولينجز، بس هو الموضوع يعني
مجرد تعود وبعد كده بيبقى سهل يعني مفيهوش حاجه. في هنا انا شفت عندي ماشي ماشي هنا في هنا برضو ماشي بالظبط. طيب فبقى عندي الشكل ده كده زي ما انت شايف. هاخد بقى ايه الادجز ديت والادجز ديت برضو وهدوس كده ايه كنترول بي عشان اخليها شرط وهعمل كده تعال شيل دي. فبالتالي بقى عندي الشكل ده باستخدام البولينز. شايفين بكل بساطه من غير ما اعمل اي مجهود. انا كان ممكن عادي مثلا اجي اعمل ايه كده. نعيد برضو تاني الفكره اتاكد ان انا ما استخدمتش اي حاجه تاني وادوس ايه كنترول اي اوفست كنترول اي ادخله ايه ادخل كده لجوه. انا ممكن اعمل كده برضو يعني بس انا معلش تعالى ايه نرجع دي طلع دي شويه. بس انا بحب طريقه البولينز اكتر. شايف انها بتديني تحكم اكتر وبتخليني اعمل الشيب اللي انا عايزه. دايما لو انا هستخدم الفيسز فده هيخليني ليميتد شويه هيخليني محكوم بشكل الفيسز اللي موجوده. لكن انا بحب ان انا مثلا لو انا بعمل اوبجكت مثلا فممكن اعمل ايه يعني ممكن مثلا اعمل تعالى كده نقطتين نلفها 90 درجه بالظبط وهقلل ايه يا واحد اطلعها كده مثلا. انا يعني انا برتجل معاكم حاليا بس نعمل مثلا ايه سلكت ده كده مثلا بنعمل حاجه مثلا فيها باترن مثلا تمام. اكسترود سيكا ممكن اصغرها شويه عشان تبقى شكل السفير تمام. مثلا حاجه زي كده تمام. اقوم جاي ماسك الاثنين دول مش انا مسكت السفير الاول فخليها كده. اهم حاجه وانت بتعمل دايما اهم حاجه وانت بتعمل بولين انك تتاكد انك دايس رقم واحد مش 3. يعني انا لو عملت بولين بالشكل دوت وانا عامل سموز وجيت عملت كده سلكت الاثنين دول هو هيعمل سموز للاثنين اوتوماتيك. فانا مش عايز كده. انا عايز اعمل سموز لما اخلص. ده اهم حاجه. ادوس رقم واحد تمام. امسك الاثنين دول مش شايفين بقى عندي ايه شكل كده الغريب دوت. ممكن اقعد اعمل بقى ايه اللي انا عايزه حرفيا يعني اي شكل حرفيا. ده كده بس حاجه ايه يعني بسيطه كده بس حرفيا اي شكل او اي حاجه انا عايز اعملها انا ممكن اعملها بالبولينز. بس هي هتبقى الصعوبه الوحيده ان انا اظبط الفيرتكس بتاعتي ان انا اوصلها سهل بالظبط ان انا اوصل الفيرتكس بتاعتي مظبوط. والموضوع ده هتتعودوا مع الوقت وهتعرفوا مع الوقت. بس ده فيديو بسيط عن البولينز. البولينز زي ما قلت هي مهمه جدا ومن اهم الحاجات اللي انا بستخدمها. جربها كتير افهمها كويس وان شاء الله الفيديو الجاي ان شاء الله هنعمل بقى موديل كده حلو لكاميرا جو برو. فلو الفيديو ده عجبكم اعملوا لايك وشير وسبسكرايب واشوفكم في فيديو جديد باذن الله. باي باي.